السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة كاري فانسات. اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أوريكم كيفية إملاء الفورميلر الخاص بدفع فيزا لفرنسا. أول شيء هذا هو الفورميلر. هنا في الخانة الأولى نكتب اللقب، وهنا إذا كانت امرأة تكتب لقبها الأصلي، وهنا الاسم، هنا الخانة الرابعة اليوم والشهر وسنة الميلاد، وهنا مكان الميلاد ودولة الميلاد، الجنسية، وهنا ذكر أو أنثى، وهنا تضغط على سيليباتير أو متماري، تضغط على ماري، وهنا تضغط على باسبور أوردينير، وهنا رقم جواز السفر، وهنا تاريخ الإصدار، هنا انتهاء الإصدار، وهنا سلم من طرف دائرة أو بلدية كذا، هنا العنوان خاص بك، ثم رقم الهاتف، وهنا المهنة خاص بك، وهنا إذ كنت تعمل عند شخص آخر تكتب اسمه ورقم هاتفه، وهنا تضع على توريزم نوع الطلب الذي تريده، وهنا عدد الأيام التي تريدها 10 أيام أو إلى آخره، ثم نطلب انتري ملتي حتى تستطيع الدخول والخروج بها أكثر من مرة، وهنا عدد الأيام التي تريد 10 أيام أو 5 أيام إلى آخره، وهنا إذ كنت حاصل على فيزا من قبل 3 سنوات الأخيرة تضغط على وي وتكتب اليوم والشهر الذي تحصل عليها. إذا كنت لم تحصل على فيزا من قبل تضغط على نو، وهنا هل أخذوا بصماتك من قبل. إذا كنت دفعت من قبل تضغط على وي، أو لم تدفع تضغط على نو، ثم نذهب إلى الصفحة الثانية، وهنا متى تريد الدخول إلى فرنسا، اليوم الذي تريد الدخول فيه، وهنا اليوم الذي تريد الخروج منه، وهنا إذا كانت عندك ريزرفاسيون دوتيل تكتب اسم الفندق، وإذا كانت عندك إبرجامون تكتب اسم الشخص الذي تريد الذهاب عنده، وهنا العنوان الفندق أو عنوان الشخص الذي تريد الذهاب عنده، رقم الهاتف هنا، وهنا تضغط هنا ثم أرجون ليكيد، وفي الأخير تكتب التاريخ هنا وتقوم بالسيناتير هنا وتدفع. بالتوفيق لكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.